مساء الخير، مساء الأنوار عليكم جميعا. المرة دي معانا حالة مختلفة، دكتورة سارة من أجمل الشخصيات في عيلة الخنكة. هي دكتورة سارة. الموضوع مختلف المرة دي مع دكتورة سارة. دايما كان معظم الحالات اللي معانا بيدوروا على الوزن والنزول الكبير، لكن مع دكتورة سارة عشان العقلية مختلفة والمنتاليتي هي منتاليتي بروفيشنال، فاوريدي فاهمة ان الفكرة كلها في الشيب والريشيبنج والمقاسات. عشان كده كان هي دايما النيد بتاعها او هدفها الرئيسي هو المقاسات واللبس. هي بقى خدت النيد بتاعها وخدت احتياجها من الموضوع وغيرت شكلها ومقاساتها، وبقى شكلها جميل جدا. وكل اللبس عندها اللي ما كانش بينفع يتلبس بقى ينفع يتلبس، وشكلها بقى تحفه. حبينا بقى نشاركنا التجربه مع دكتوره ساره. بنسعد قوي بزياره حد محترف زي دكتوره ساره، ويكون عنده فكر عالي في موضوع التخسيس ومدرك مدى اهميه المقاسات والشكل. عشان كده حبينا نشارك تجربتها لكل الناس. اكيد طبعا مرتاحه نفسيا على الاقل اللبس بيتلبس، دي حاجه كويسه يعني. فرق معايا في الشكل، مع ان الوزن مش كبير قوي بس باين في الشكل، وده اللي احنا بننزل من الدهون ونزود العضل ونغير محتوى الجسم، لكن مش بس هدفنا الميزان. ايه بقى اللي انت حسيتيه بقى من اللي انا بقوله ده علميا؟ انت بقى مردوده عليكي كان عامل ازاي؟ لا، ما بقول لحضرتك ان اللبس شكله اتغير عليا، شكلي نفسه اتغير في يعني كشكل يعني كشكل عام يعني. طب وحيويه الجسم ونشاطه؟ اكيد طبعا احسن كده. حاسه النفس والصحه بتاعتك بقت احسن؟ الحمد لله طبعا. اكيد طبعا كده. لا، ده كل اللي بيقولوا لي انت خسيتي كام كيلو، ده باين كتير يعني، كانهم كتير يعني. بس احنا مش نازلين، مع ان هم مش كتير، ده هم حوالي 4 أو 5 كيلو. مش كبير. غيروا الشكل بطريقه ايوه يعني ده تقريبا في شهر اهو تقريبا او حاجه زي كده. بس غيرت شكلنا بقى. غيرت شكلنا. ممكن يكون انا عاوزه اغير شكلي، اغير في الوزن، في المقاسات، في كله يعني ان شاء الله. بالظبط كده يعني. ربنا يسهل يعني. هو برضو الجلسات برضو فرقت معايا برضو الحمد لله. يعني احسن، كان يعني يعتبر احسن من الاول يعني. لو اعتقد يعني لو كان الرجيم بس من غير الجلسات ما كنتش يعني الحاجه ما كانتش هتظبط قوي في الشكل زي ما انا محتاج. دخلنا عليه اجهزه ترتيب دهون موضعيه مع الدايت، عمل الموضوع من ناحيتين. بالظبط. بننزل او بيخلي الدهون هشه، وفي نفس الوقت الجلسات بتكسر بقى الدهون الموضعيه دي كلها، وده كان هدفها. بالظبط كده يا دكتور. ماشي، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك. مكمله لحد الوزن كام؟ حتى وزن كام؟ انا بس مكمله شويه لحد ما ان شاء الله اتجوز بقى يعني، لان انا مش هطول يعني. بس انا كان نفسي اطول عشان نوصل للوزن اللي انا كنت عايزاه. ربنا يبارك في حضرتك. يعني طبعا كان عندها مناسبه، فعشان تلبس كويس في المناسبه دي والدريس طبعا يكون مناسب ليها، بدات تغير في شكل ومقاسات، وده اللي اخدته غيرت في شكلها ومقاساتها، بقى لبسها مناسب. احنا حاليا خلاص في المراحل الاخيره، هي المناسبه بتاعتها قربت. عايزين ندعو كل الناس اللي حابب يغير حياته، اللي حابب يغير البيئه بتاعته، اللي حابب يغير مستقبله، يبدا يتابع يخس ويعمل دايت وجلسات عشان تفرق في شكله ومقاساته. شكرا.